فأثناء كده ما انت بتعمل اللايك الجميل، فيلمنا بيبتدي مع الضابط ادوارد وهو بيطارد شخص في الشارع، وهو لو بتسألني هو بيطارده ليه هقول لك معرفش. بس اللي اعرفه ان الشخص ده قوي جدا وسريع جدا جدا. اول ما الضابط ادوارد يقدر يوصل له، الراجل ده بيطلع سلاح غريب جدا جدا وبتترمي منه على الارض وينفجر ويتبخر في لمح البصر. في نفس الوقت الراجل ده بيعمل حركات بهلوانية، بيطلع على الارض زي اللي هو كده بيجري زي الجرد. اول ما بيوصل على السطح بطريقة غريبة، بس الضابط ادوارد بيقدر يوصل له بطريقة ما وبيشهر في وشه السلاح. يبدأ الشخص هنا يتكلم بطريقة بهلوانية وجفن عينه يتحرك بطريقة غريبة، ويتكلم ان الارض في خطر او ان هو فشل في مهمته. اول ما بيرجع كام خطوه لورا وبيرمي نفسه من فوق، وهنا يدغر النازك فضائي نزل عليه على الشاحنه بتاعته من فوق، وبيجي يدغر لما هو يشوف ايه اللي حصل. فكان الفضائي ده بيسحبه لتحت. اول ما بيسحبه كده بياخد البادي بتاعه ويلبسه، وتحول شكله لنفس شكل ادغر بالظبط. لا ومش بس كده، ده راح لمراته وقال لها اعملي لي ميه بسكر. ولما بتشك ان في تغييرات حاصله في شكله بيبدا يستغرب كده وتبص له، ويروح شادد الجلد كده لورا، يروح مغمى عليها. بعد كده الاف بي اي بيمسكوا الضابط ادوار ويحققوا معاه عشان خاطر ان الشخص اللي مات منتحر ده وشاكين ان هو اللي قتله، فبيبدا يحلف له ان انا ما قتلتش حاجه وبتاع. لحد ما بتيجي الدكتوره لورين من الطب الشرعي وبتصدقه وبتقول له انا مصدقاك. وهي خارجه اول ما بتطلع بتلاقي العميل كي اللي اول ما بيشوفها بيعمل لها مسح للذاكره وبيخش للضابط ادوار. العميل كي بيسأل الضابط ادوار هل الراجل اللي انت قبضت عليه ومات قال لك حاجه؟ قال له اه، قال لي ان في الارض في خطر ولازم نتحرك. فقال له طب تقدر تتعرف على السلاح بتاعه؟ قال له اه اقدر اتعرف على السلاح. فبيبدأ العميل كي ياخده ويصطحبه ويروح بيه عند حد تاني متجر. هنا الضابط ادوارد بيقول للعميل كي سيب لي انا الطلعه دي، انا هطلع اوريك ان الراجل ده هيعترف ازاي. وبيبدأ الضابط ادوارد في محاولاته مع الراجل ده عشان يعترف فين الاسلحه اللي مخبيها، مش بيرضى يعترف. فبيطلع العميل كي سلاحه وبيضربه بالنار في راسه، كان راسه بتنفجر. فالضابط ادوارد بيخاف. اول ما بيشوف ان الراس طلعت تاني فبيحس بذهول جدا. اول ما بيشوف الاسلحه بيقول له هو ده السلاح اللي كان الراجل بيشهره في وشي. في وسط ذهول من الضابط ادوارد من اللي حصل، بيطلع العميل كي اللي ماسح الذاكره. اول ما بيلاقي ضابط ادوارد مزبهل، فبيمسح الذاكره بتاع ضابط ادوارد وبيقول له خد الكارت ده بتاعي، انا منتظرك بكره علشان هتفهم باقي الحاجات. مع ان الضابط ادوارد مش فاهم ايه اللي حصل ولا فاكر اي حاجه. نرجع للراجل اللي هنا، الراجل بتاع الصراصير اللي عايز يموت الصراصير. أول ما يلاقيه اللي كان الفضاء عايز يموت الصراصير فبيموت بطريقة بشعة زي كده. وبياخد الشاحنة بتاعته اللي بياخدها يحط فيها السفينة الفضائية. أول ما بيحط السفينة الفضائية وبيمشي، هنا الضابط ادوارد سمع كلام العميل كي وراح عشان خاطر يلاقي ناس كتيرة كلهم بيعملوا اختبارات وناس رتب علشان خاطر عايزين يختاروا شخص منهم يبقى ضمن المؤسسة. فالضابط ادوارد بيعدي الاختبارات كلها بمنتهى السلاسة، مع إن هي كانت صعبة جدا بالنسبة لناس تانية، لكن هو عداها بمنتهى السلاسة. اللي بيتفاجئ العميل كي بخبراته وبأدائه العملي. والعميل كي بيبدأ يعرف إن الضابط إدوارد إن الدولة عملت منظمة سرية عشان تتواصل مع الكائنات الفضائية، وبالفعل حصل تواصل. بيتفقوا مع الكائنات الفضائية إن الأرض تبقى أرض محايدة بينه وبين الكائنات الفضائية التانية. بس الضابط إدوارد مش مصدق لغاية ما يجي العميل كي يفتح له غرفة كده هيلاقي فيها كائنات فضائية قاعدين يشربوا قهوة وسجاير، طبعا وسط ذهول وصدام من الضابط إدوارد. الضابط يقدر بيطلع مصدوم. اول ما بالعميل كده بيقول له خلاص انت عشان تشتغل معانا لازم هتقطع علاقتك بكل اللي تعرفهم عشان خاطر تحميهم، ما ينفعش تبقى ارتبطك علاقة بحد قوية. بيبدأ العميل كي يعني يصدمه بالكلمتين دول. هو يجي تاني يوم فرحان ومبسوط عايز يتعامل مع الناس ويشوف ايه الكائنات الفضائية دي، وبيمسحوا البصمة بتاعته من على الجهاز وبيخلوه رجل مجهول. في نفس الوقت ده بنلاقي إن الكائن الفضائي بيراقب قطة وبيراقب الراجل دوا، هو والعميل الدبلوماسي التاني، إن هما الاتنين كانوا دبلوماسيين بيحافظوا على بقاء الأرض وبيحافظوا على عدم انهيارها. بس الراجل ده بيقتلهم بطريقة غريبة جدا. بنرجع للضابط إدوار هو والعميل كي إن هما بيحاولوا يستجوبوا بالمرأة اللي وفاة جوزها اللي هو مات اختفى بطريقة غريبة جدا. فبيحاول عميل كي يستخلص من الأرض إن كان في فضائيين أو لأ. فبيعرف إن كان موجود في فضائيين بس مش عارفينها مين. وبنرجع للدكتورة لوريل اللي بتكتشف إن الشخصيات اللي هي جاية لها لا فيها كبد ولا فيها رئة ولا فيها أي أعضاء
جسدية بتدل إن كانت في حياة موجودة هنا، وبتبدأ صدمتها ومذهولة من اللي حاصل. وهنا بيلاقوا إن الودن بتاعة الجسد اتحركت سنة أو فيها حاجة غريبة بيطلع منها الراس بتتحرك، وبيلاقوا فيها كائن فضاء، وبيقول إن الكائن الفضائي اللي بيقول لهم إن المجرة على حزام قريب. وسط صدمة من الدكتورة اللي بيمسح ذاكرتها للمرة التانية، وبيرجعوا المنظمة تاني، وبيلاقوا العملاء واقفين مصدومين إن في سفن ارتلينية بتهدد الكرة الأرضية وبتهدد بدمارها لو مسلموش المجرة. وبيسألوا هنا ايه اللي حصل، ان هما بيدوروا على المجرة، فبيروح المتجر بتاع الراجل اللي توفى اللي هو صاحب القطة عشان خاطر يشوفوا ايه اللي حاصل. وبيديه سلاح صغير وبيتصدم من اللي بيحصل، ويروح يلاقي ان الراجل كان الفضائي اكتشف ان المجرة على رقبة القطة. فبيبدأ ان هو يطلع يلاقي ان العربية بتاعته متعلقة في الونش. الكائن الفضائي بيطلع السلاح وبيضرب الراجل بتاع الونش عشان خاطر عايز يموته. اول ما بيوصل ادوار هو والعميل كي للمكان اللي حصل فيه الازمه. اول ما بيلاقي الكائن الفضاء بيحاول يضرب عليه نار، فما بيعرفش يصوب غير ان هو بيضرب الشاحنه. اول ما بيضرب الشاحنه كده بيرجع كام متر لورا، فبيعرف ان الحجم الصغير دوت بيطلع قوة هائلة المفروض يحافظ عليها. فالعميل كي بيقول له اطمن، مادام ان الطابق الطاير بتاعه موجود معانا، فالراجل ده مش هيقدر يسيب الكرة الأرضية إطلاقا. بيروح لشخص متخصص في العلوم الكونية اللي بيقول لهم إن المجرة دي موجود فيها طاقة ذرية، أول ما وقع فيها الكائن الفضاء هيدمر بيها الكرة الأرضية، فأنت حاولوا تنقذوا الكرة الأرضية. وإن الشخص اللي مات ده مش شخص عادي، لأ كان تابع للعائلة المالكة. وهما سابوا الكائن الفضائي دوا اللي هو على هيئة كلب. أول ما بيسيبوه كده بيبدأ يجري على الأرض بطريقة غريبة جدا أو طريقة كلابية جدا. أول ما بيشوف قطة بيبدأ يهوهو عليها لأنه هو الجينات بتاعته في كلب. بيبدأ يتذكر إن الضابط إدوار إن التوج والمجرة موجودين على رقبة القطة. وبيبدأ الضابط إدوار يتذكر إن القطة موجودة في المشرحة عند الدكتورة لورين. بس للأسف اللي دي ما سابقهم بخطوة، الكائن الفضائي بيروح للدكتورة لورين قبليهم، وبيحاول يهددها ويقول لها أنا لازم ألاقي القطة، هي مش فاهمة أي حاجة، فبياخدها رهينة. مع وصول الضابط إدوار بيبقى مستخبي تحت الترابيزة كده، أول ما بيعرف بيروح واخد القطة. فللأسف بيخطف القطة وبيخطف الدكتورة لورين اللي هو الضابط إدوار وعميل كي ما بيعرفش يعمل حاجة. هو بيخطفها كده بياخدها في التاكسي وبيقول لها أنا عايز أروح العنوان ده. بيحاول الضابط إدوار والعميل كي إن هما يتعقبوا الأثر، بس ما بيوصلوش لأي حاجة لأن الضابط إدوار والعميل كي يرجعوا المنظمة، بيعرفوا إن قدامهم ساعة واحدة بس والسفن الإلكترونية هتدمر كوكب الأرض كله بالمجرة باللي حاصل فيها. اللي الضابط يقدر واقف بيتأمل في السفن الفضائية وهل هي شغالة أو مش شغالة. وبيبدأوا يدوروا على الكائن الفضائي عشان خاطر يحاولوا يتواصلوا معاه أو يحاولوا ينقذوا الدكتورة اللي هو الكائن الفضائي اللي واخد الدكتورة رهينة. والعميل كي بيبدأ هنا بيركب العربية بتاعته عشان يلحق الكائن الفضائي. عربية العميل كي بتتحول كده، الموتور بتاعها بيختلف زي الطيارة وبيطيروا وبيحاولوا ينقذوا الدكتورة. في حيث ان الكائن الفضائي اول ما زهق من الدكتوره لورين وكان واخدها عشان ياكلها بس رغيها دوشه، راح رماها من فوق وراوغ مخه منها على الشجره. اول ما الكائن الفضائي بيوصل للسفينه الفضائيه بيحاول يطير بيها، لكن الضابط ادوارد وهو والعميل كي بيسقطوا الطابق الطائر وبينزل الكائن الفضائي وهو مستسلم. بس للاسف هو ما استسلمش، جو خلع الباض اللي كان لابسه وبلع الاسلحه بتاعتهم. فالعميل كي بيقول للضابط ادوارد خلي بالك انت من اللي هيحصل وما تقولش هم اي حاجه، حاول تلهيه. اول ما دخل هوبا كده راح بلعه، اول ما بلعه راح العميل كي كده اتبلع. بس الضابط ادوار واقف مصدوم مش عارف ايه اللي حاصل. وكانت لحظات والضابط ادوار واقف مش فاهم ايه اللي حاصل ان العميل كي فجر الحشرة دي وطلع الموبايل بتاعه بطريقة غريبة، مش عارفين ازاي كان في ارسال بعد اللي حصل فيه والدكتورة لورين بتنقذهم من بقايا الكائن ده اللي كان عايز يضربهم لان هي صعب الوفيات فيها. وبيكتشف إن العميل كي كانت آخر مهمة ليه، وإن هو عايز يتمسح كل ال45 سنة اللي فاتوا دول، عايز يمسحهم عشان يعيش بسلام وسط أهله وسط الناس وسط أسرته من جديد. اللي اكتشف من الجرايد إن الشخص جام من الغيبوبة في 35 سنة، ما كانوش 45 سنة يا جدعان. ومع وتقريبا زهقوا من الدكتورة لورين وزهقوا من مسح ذاكرتها، فقالوا خلاص خلوها تشتغل معانا. ودي كان نهاية الفيديو النهاردة. تابعوني كل يوم هنزل فيديو لكم، ولايك وسبسكرايب.